طبعا المهمة الأساسية هي طريقة تكوين المؤتمر الشعبي للقوى الوطنية. عايزين نوسع القاعدة الثورية، عايزين نوسع القيادة الثورية، بنكون المؤتمر الوطني للمؤتمر القوى الشعبية على أساس من القطاعات الرئيسية، مش على أساس انتخاب عام، لأن احنا قلنا الانتخابات العامة هتبقى الاتحاد القومي. بالنسبة للعمال، الفلاحين، الجامعات، المنظمات المهنية، الجمعيات النسائية، الطلاب، التجار، الصناع، الرأسمالية الوطنية بعد عملية الفرز وبعد عملية العزل. مهمتنا ان احنا بنجهز لده، مهمتنا ان احنا نجهز للديمقراطية الكاملة للشعب وللحرية الكاملة للشعب. بعتبر ان هذه المهمة مهمة شاقة، مهمة صعبة. احنا لازلنا في مجتمع رأسمالي بيتحول الى مجتمع اشتراكي، لازلنا في مجتمع في عملية تحويل، ويمكن لسه مش فايق من عملية تحويل. بعدين انا بدي اقول حاجة، الاتحاد القومي ما اقدرش اقول انه فشل، او حتى هيئة التحرير فشلت في الاول ابدا. احنا بنمر بمراحل، كل مرحلة ليها ظرف. هيئة التحرير قامت بدور مهم جدا في الاول، الاتحاد القومي قام بدور، طالما احنا كنا بنقول ان احنا عايزين نحل مشاكلنا في اطار من الوحدة الوطنية، وان الاتحاد القومي مفتوح للكل، قام بدوره زي ما اتقال. النهاردة ننتقل الى مرحلة اخرى، مرحلة جديدة، مرحلة الثورة الاجتماعية. بنعوز ننظم نفسنا على اساس جديد، توسيع القيادة الثورية، توسيع القاعدة الثورية، الثورة مستمر، التطور الاشتراكي مستمر، حتى نقضي على الاستغلال، وحتى نقيم مجتمع ترفرف عليه الرفاهية، وحتى ننهي استغلال الإنسان للإنسان، وحتى يشعر كل فرد في هذه الجمهورية إنه عنده كل الفرص متكافئة. والله يوفقكم جميعا ويوفقنا جميعا. السلام عليكم. وهكذا أيها المواطنون الأحرار، وبهذا التصفيق المدوي الذي يعبر عن أحاسيس أعضاء اللجنة التحضيرية، بل عن مشاعر الملايين في أبناء وطننا، بهذا يختتم العمل التحضيري الكبير، العمل الذي يتطلع إليه شعبنا في هذه المرحلة التاريخية. بهذه الكلمات القوية الدافقة المعبرة، استطاع السيد الرئيس جمال عبد الناصر أن يحلل وأن يفسر للجنة دور الاشتراكية في الحكم ومفاهيم الاشتراكية في عهدنا الجديد. أيها المواطنون الأحرار، لقد كانت كلمة الرئيس درسا بليغا لكل مواطن حر في هذا البلد الحر، وإننا لنرنو إلى آفاق بعيدة وإلى مستقبل مشرق مزدهر، مستقبل ترفرف عليه الرفاهية والاشتراكية والرخاء. أيها المواطنون الأحرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.